أهلا يا حلوين، رجعت لكم بفيديو جديد. لو أول مرة تشوفوا إلي فيديوهات فأنا إسراء، أخصائية تغذية، راح أساعدكم توصلوا لأهدافكم الصحية. بهذا الفيديو راح أعلمكم 3 وصفات للفطور لخسارة الوزن ومقاومة الأنسولين. نبدأ بالوصفة الأولى، هي عبارة عن بانكيك صحي. في البداية حنجيب موزة صغيرة، حنضيف عليها 2 بيض، وكمان راح نضيف شوية فانيلا عشان طعمة البيض. حنضيف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر وكمان قرفة لتعديل مستويات سكر الدم. وبعد هيك حنبدأ نضيف دقيق الشوفان، هو شوفان عادي طحنته في البيت أو ممكن نجيبه دقيق الشوفان الجاهز. حنضيف 4 ملاعق وبالتدريج علشان نصل للقوام المطلوب. ممكن نحتاج لشوية حليب أو مية لنعدل قوام البانكيك أو ما نحتاج بالمرة. هذا القوام المطلوب للبانكيك. طبعا ما حليناه، اكتفينا بحالات الموز. على مقلاية حامية حنضيف عليها رشة من الزيت ونمسحها كويس، ونبدأ نشكل بالبانكيك. أهم حاجة نتأكد إنها كانت حامية في البداية. وبعد هيك كل وجه حنخليه عبارة عن دقيقة أو دقيقتين، لما تطلع الفقاعات على الوجه نقلب على الوجه التاني. وهيك بكل سهولة خلصنا كل الكمية بنفس الطريقة. وبطبق التقديم حنضيف كمية البانكيك اللي عملناها، حنزينها بأي فاكهة إحنا بنحبها. حبيت أزينها بنص موزة صغيرة وكمان شوية من العسل لو حابين تحلوها وتاكلوا فطور حلو جدا. بحب أقدمها مع شاي أو قهوة حسب المزاج. للوصفة الثانية، هي من أكتر الوصفات المشبعة وسهلة جدا في التحضير. راح نجيب أي نوع خبز. الخبز بيكون 60 جرام، مناسب جدا لخسارة الوزن، وكمان عبارة عن خبز من الحبوب الكاملة، بالتالي ألياف أكتر وشبع أكتر. كمان جبت هاي الجبنة قريش، عبارة عن جبنة فيها نسبة بروتين عالية، بتكون معمولة بحليب خالي الدسم، وكمان بتكون فيها قليلة الدهون الغير صحية اللي بتكون زيادة في الحليب الكامل الدسم وبتعلي الكوليسترول في الدم. فالجبنة القريش عالية البروتين وسعراتها جدا قليلة ومشبعة جدا. ضفت عليهم مقدوس أو مخلل بتنجان اللي انتم بتسموه، عليها شوية زيت زيتون للدهون الصحية. بلف السندويشة وهيك صارت جاهزة معنا وبكل سهولة، جدا بسيطة وجدا لذيذة، وكمان ما بتاخد أي وقت في التحضير. ممكن نقدمها مع أي خضار احنا بنحبها أو فاكهة، أو زيادة مصدر بروتين لو انتم بتحبوا أو كنتوا حاسين بالجوع أكتر، مثل بيضة مسلوقة. هذه هي وصفتنا الثانية لليوم. بالعافية عليكم إذا بتجربوها. لازم تجربوا الجبنة مع المخللات والمقدوس. الوصفة الثالثة لليوم هي وصفة جدا سهلة وجدا بسيطة، وأغلب الأيام بسويها لما أكون صاحية حاسة بالجوع بشكل كبير. استخدمت كمان نفس نوع الجبنة، وحستخدم خبز صامولي كمان من الحبوب الكاملة. بفضل دايما نستخدم ونستبدل كل أنواع الخبز الموجودة عندنا في البيت بخبز حبوب كاملة. ليه؟ لأنه الألياف بتساعد على بطء الامتصاص في المعدة، فبالتالي ما بنجوع أسرع مقارنة لما ناكل الخبز الأبيض اللي هو عبارة عن دقيق أبيض فقط. حنضيف جبنة قريش تقريبا 40 جرام، ضيفوا الكمية اللي بتحبوها، وكمان نزينها بأي حاجة احنا بنحبها. الجبنة القريش ما في إلها طعم محدد، يعني احنا لو بدنا إياها تكون حلوة حنضيف عليها مثلا عسل، أو لو بدنا إياها حادقة ممكن نضيف عليها زعتر وزيت. فإحنا الجبنة القريش كتير بحبها لأنه ممكن استخدمها بالحلويات وكمان بستخدمها بالحوادق. فاحكولي إذا انتم بتحبوها أو كيف بتسموها في بلدكم. ضفت عليها زعتر وجرجير، طبعا الجرجير كتير زاكي معاها، وهيك صار الساندويتش جاهز. لزيادة مصدر البروتين حبيت أضيف كمان 2 بيض، وهيك صار تقريبا الوجبة فيها 30 جرام بروتين. طبعا الفطور لما يكون فيه بيض فأنا بضمن لكم إنكم ما راح تحسوا بالجوع ل3 ل4 ساعات تقريبا. فهذا الفطور جدا مناسب وجدا مهم لمقاومة الأنسولين، علشان بيمنع ارتفاع سكر الدم بشكل مفاجئ على مدار اليوم. حبيت أضيف معاه شوية جرجير وكمان زيتون، يعتبر من الدهون الصحية، وأي فاكهة إحنا بنحبها للأشخاص اللي بتحب تحلي بعد الوجبة. هاي وجبة متكاملة من كل العناصر الغذائية، بروتين ودهون وكل حاجة، وحتى فواكه من الفيتامينات والمعادن. وبكل سهولة وصفتنا صارت جاهزة. بالعافية عليكم. لو بتحبوا هيك فيديوهات اكتبولي بالتعليقات. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. لو حابين أجرب لكم وصفة جديدة أو فيديو جديد حابين أعمله اكتبولي بالتعليقات. مع السلامة.